ب 19/9/2025 الاتحاد اللبناني لكرة القدم أعلن عن عودة الدوري، ولكن هالمرة غير النظام. حسين دقيق حسين دقيق بيسدد كرة. فمن سداسية الأوائل لنظام الذهاب والإياب، شو الفرق بيناتهم؟ بنظام سداسية الأوائل 12 فريق، 6 رح يروحوا وينافسوا على اللقب و6 رح يواجهوا خطر الهبوط، والنقاط حتتوزع على الشكل التالي: نقطة للتعادل، 3 للربحان، ولا نقطة للخسران. بينما نظام الذهاب والإياب كل فريق رح يكون قدامه 22 مباراة، 11 على أرضه و11 على أرض خصمه، والنقاط حتتوزع على الشكل التالي: إذا كان الفريق ربحان حيطلع له 3 نقط، بينما إذا كان خسران ولا نقطة. إذا كان في تعادل النقطة الوحدة رح تنقسم بالنص. بس في شغلة كمان لازم تعرفوها، إنه بنظام الذهاب والإياب بيقولوا عنه إنه هيدا النظام كتير عادل، وإنه دول برا مثل إسبانيا وألمانيا عم يستعملوا لهيدا النظام بحجة إنه هيدا عادل. ولكن هل مزبوط إنه الدوري اللبناني رح ينجح فيه نظام الذهاب والإياب؟ اكتبوا لنا تحت بالكومنتس.